عباد الله، والله إنها لمصيبة عظمى وطامة كبرى ورزية ما بعدها رزية. ففي الوقت الذي يمزق الإسلام وأهله في كل مكان والعدو يستولي على الثروات والدماء المسلمة تهدر رخيصة في فلسطين والعراق، وبينما الإسلام يئن ويشتكي، إذا بإعلامنا بكل وسائله وقنواته يدعو الأجيال ويربيهم على الانحلال والضياع. فلا ترى في إعلامنا إلا الاختلاط ورقص وغناء وفجور وفسق وتنافس على المنكرات. كلما أراد الجيل المسلم الاستيقاظ خدروه وحاربوه. حرب على الفضيلة في كل مكان، والهدف من ذلك إنشاء وتربية جيل خاضع وخانع للكفار، ثقافته موسيقى ورياضة وألحان، هدفه إشباع الغرائز واتباع الشهوات. إنها خطة ساقطة ومهينة من عباد الدرهم والدينار. هل نجحوا؟ للأسف نعم، للأسف نعم، وأفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات، أفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات. فويل لهم ثم ويل من غضب الجبار. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، لقد ارتكبت أمة الإسلام بالأندلس بالأمس ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فخالفوا الأوامر واتبعوا الشهوات واتخذوا القينات والمعازف وأنفقوا الأموال الطائلة وأهدروا ثروات الأمة في سبيل ذلك. بل أصبح المرضى يعالجون في المستشفيات بالموسيقى والألحان، فحل بهم بلاء عظيم استأصل شأفتهم ولم يبق منهم أحد.